السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة سعيدة علينا كلنا ورمضان جاي بالخير والبركة والهنا على أمة محمد جميعا. تعالى أقولكوا بقى تعملوا الخروب ازاي بدل ما تشتروه من بره. الكوباية بقت ب10 جنيه. بصوا أنا هنا جبت ربع خروب، وجبت حلة ممكن ألمونيا ستانلس تيفال أي حاجة عندكم. حطيت الربع الخروب ده في الحلة، بس أهم حاجة تجيبوه خروب ناعم ما يكونش خشن أو مجروش. تمام. هنحطه في الحلة، هنجيب حوالي ربع كوباية سكر ونحطها على الخروب، مش هنحط كمية السكر كاملة. ليه بقى؟ علشان ما تمسكش جامد في الخروب ومش هتسكر الخروب زي ما احنا عايزين. فهنستنى لما الخروب يبرد خالص، وبعد كده هنقوم جايين حاطين السكر عليه. بس اهم حاجة نحط ربع كوباية سكر في الاول عشان نكرمل بيها الخروب، ويبدأ ان هو يدينا لون الخروب بتاع المحلات. هنا بدأت ان انا اقلب في الخروب، هفضل كل شوية ايدي فيه كده اقلبه جامد وكويس قوي لحد لما يوصل للكرملة اللي انا عايزاها، اللون اللي احنا عايزينه. تمام. هقول لكم ربع كيلو الخروب بيعمل بنحط عليه 4 لتر مية. الربع بنحط عليه 4 لتر مية. ده كده انسب مقدار قوي قوي للخروب، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا هنا كان خلاص بدأ ان هو بيدخن معايا وبيكرمل السكر، بدأ ان هو يكرمل فيه من تحت اهو. بصوا بدأ يدي اللون البني الحلو دوت. بس هو كده لسه برضو. انا عدلت الحلة كده عشان تبصوا على لون الخروب وشكله. بصوا شكله عامل ازاي، حاجة كده بجد. يعني انتوا مش هتبطلوا تعملوه طول رمضان. الخروب من احسن المشروبات اللي انا بعشقها في رمضان. تمام. وكمان 4 لتر الربع يعمل 4 لتر، دي حاجة كويسة جدا على فكرة، يعني كتير قوي. شوفوا احنا بنجيب من بره الكوباية ب10 جنيه. بصوا بقى اهو كده بدأ يوصل للمرحلة اللي انا عايزاها. بصوا شكل الكرملة بتاعته من تحت عاملة ازاي من السكر اهو. هبدأ ان انا اديله تقليبة تانية بقى وانزل عليه بال4 لتر مية. ده كده كان اول لتر اهو. بصوا بدأ ان هو يخرط، هو انتوا هتلاقوه ماسك في الاول كده في بعضه اول ما نحط المية، بس بعد كده لما يبدأ يغلي كل ده هيفك. ودي كده اللتر التاني 3. وهحط بقى اخر لتر خلاص. اول بقى ما هيغلي هتلاقي بقى الخروب بالسكر بدأوا ان هما يفكوا كده في المية. هنسيبه بقى لحد ما يغلي، ونسيبه يعني يغلي حوالي 10 دقايق او 5 دقايق. لا هو 5 دقايق حلو، يعني يغلي 5 دقايق كده عشان يخرط كويس اهو. كده بدأ ان هو كان خلاص يغلي. هطفي عليه بقى واسيبه لما يبرد خالص، وبعد كده هبدأ ان انا اصفيه بمصفى او احط شاشة واصفي عليها علشان الرواسب بتاعته تنزل كلها في الشاشة. تمام. هنا هوت هبدأ ان انا اصفيه، واخر حبة دول هعملهم بقى بمصفى. طبعا كنت عاملة عصير برتقان بقى لزوم البرد، كنا بردانين وكده، فعصير البرتقان ده احلى حاجة للبردين اهوت. انا بصفيه بالمصفى اهو، وهبدأ بقى ان انا احليه بالسكر على حسب ما احنا عايزين. بلاش نحط كمية السكر زي ما قلتلكوا كده في الاول، لان في الاول كده هتبوظ يعني طعم الخروب وكده. هو كفاية هنكتفي بس بربع كوباية، وبعد كده نحليه زي ما احنا عايزين لما يخلص. وبعدين عشان لما نحط السكر في الاول هيهدر معانا، لكن دلوقتي لا مش هيهدر. هبدأ ان انا اقلبه كويس لحد ما ادوب السكر كله منه. طبعا كنت غاسلة ازايز قمتها كويس بالمية السخنة، وقلت هحطها بقى جنبي كده. اول ما السكر ادوبه في الخروب هبدأ ان انا اعبي الخروب فيها. هنا كنت خلاص دوبت السكر وبدأت ان انا اعبي الخروب في الازايز. بصوا دولت عملوا معايا بالظبط 3 لتر ونص. يعني ازازة دي لتر وفي ازازة تانية لتر وازازة تالتة لتر ونص، لان طبعا مع ما بسيبه يغلي والتبخير وكده فبيقلل الخروب نص لتر. بس برضه 3.5 لتر بربع خروب مش وحش. احنا لو رحنا اشترينا كوباية من بره ب10 جنيه، فالسعر يعني السعر غالي جدا بره، وان احنا نعمله في البيت ده اوفر بكتير قوي.
طبعا بتحطوا اي نوع سكر انتوا عايزينه، يعني انا كان عندي كيس السكر دوت كان غامق، فقلت خلاص انا هسيبه استخدمه للخروب، وفعلا استخدمته للخروب وطعمه ما بيبانش وما بيبانش فيه اي حاجة لان اصلا الخروب غامق. تمام. انا كده خلاص هعبي الازازة التالتة اللي هي اللتر ونص ديت، وهبدأ واول ما اخلصهم بقى هاخدهم احطهم على التلاجة على طول. احلى حاجة ممكن تفطروا بيها في رمضان بجد بعد التمر. يا رب اكون فدتكم النهاردة وفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة، واعملوا شير كتير قوي قوي قوي، انا عايزة اشتراكات تجيلي كتير. انا كده خلصت الخروب، وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يعود علينا وعليكم الايام بألف خير، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات رمضان.